منذ أكثر من 7000 عام مضت في حقبة العصر الحجري مروراً بالحقب الزمنية المختلفة، استوطن الإنسان في منطقة العين وبنى مجتمعاته وطورها. وعلى مدى هذه الأزمنة استطاعت المدينة أن تكون حاضرة واستراتيجية ومؤثرة في محيطها وأهلها وزوارها. فقبلاً كانت معبراً للقوافل ينتفعون من خيراتها، واليوم هذه المدينة تجمع بين الأصالة والحداثة، وهي مقصد للسياح يستمتعون بجمالها وخدماتها. وتعرف مدينة العين بالمنطقة الشرقية نتيجة لموقعها الجغرافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبعد 160 كيلومتراً عن العاصمة أبو ظبي. وتشتهر مدينة العين بمقومات سياحية متعددة جعلتها رافداً لنهضة الصناعة السياحية في إمارة أبو ظبي خصوصاً، ودولة الإمارات بشكل عام. إذا ما بحثنا بين شوارع مدينة العين فلن نجد ممثلا لها في عالم الساحرة المستديرة إلا سميها نادي العين الرياضي. هذا النادي الذي يعد الأول والأكثر تتويجا بالألقاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سبق له أن توج بلقب الدوري الإماراتي 12 مرة، وبكأس رئيس الدولة في 6 مناسبات، وكأس السوبر في 4، وكأس الاتحاد أيضا في 4 مناسبات، وكأس الخليج العربي في 6 مناسبات، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة. أما اللقب الأهم على مر التاريخ فقد تحقق في الفترة الذهبية بين عامي 1997 والعام 2003. في هذا العام توج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ الأندية الإماراتية، تلك البطولة التي لم ولن تنسى وستبقى عالقة في الأذهان. يعني شوف، أنا ما بخفي عليك، أنا المرة الثانية أكون واصل مع الفريق، المرة الثالثة أكون واصل مع الفريق لكأس آسيا. يعني حققت مع الفريق 2003 ووصلت معهم 2005، وهاي 2016 حاليا أنا معاهم أيضا المرة الثالثة. يعني لاعيبتي ما بغريبين علي، هذيل نحن مكونين أسرة واحدة، وطبعا عاطيني أريحية كثير أني أقدر أكون قريب منهم، أتواصل معاهم من خلال مثلا تواجدي معاهم في الملعب، يعني برا الملعب، في غرفة الملابس، أيضا حتى في الهوتيل يكون في لنا حوارات دائما، مناقشة في المباريات. والله كل الأجيال عشان توصل منصات التتويج تحتاج المثابرة والجدية والجهد. أعتقد أنت ما توصل منصات التتويج إلا بنتيجة عمل جبار وتكاتف الجميع، ووجود عناصر البطولة المكونة من جماهير، من إدارة، من لاعبين، ومن طاقم فني على مستوى عالي. أعتقد أن عناصر البطولة كانت متواجدة في نادي العين هذه السنة، ولله الحمد وصولنا للمباراة النهائية. هذا بحد ذاته ما يكفي. يعني نحن كمتابعين الحين وكجماهير لنادي العين صار شيء بالنسبة لنا الحمد لله طبيعي وأكثر من طبيعي وجودنا في المباراة النهائية، لكن اللي نسعى له دائما هو حصد الألقاب والذهب إن شاء الله على مستوى القارة الصفراء. نحن دائما سقف طموحنا عالي، واللاعبين دائما عودونا على هذا الشيء. وجود لاعبين على أكفأ مستوى، وجود بعض العناصر الدولية، نحن محظوظين فيهم، محظوظين بثقتهم بنفسهم. إن شاء الله ينعكس مردودهم وثقتهم في فريقهم على مستوى الفريق، ويظهر بالمستوى اللائق اللي يشرف فيه الكرة العربية قبل الإماراتية إن شاء الله.
now coming for us nice time, because this final Asia, we worked very hard last 10 months for this moment. We have to be happy because we'll play final Champions League. Of course, we need win, we need this trophy. Now we are so close, but also too far, because we'll play two very tough, very strong game against strong team. In the final cannot be small and weak team. Almost I'm 3 years in line. Now for me is, inshallah, will be the best my time here, and big fight for our team. نعم، إنه الحلم الذي طال انتظاره، الحلم الذي سبق وأن تحقق من قبل وكاد أن يتكرر مرة أخرى، لكن اليوم تبدو الظروف أفضل من أي وقت مضى، فلدى زلاتكو توليفة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين لا يشق لهم غبار، وعلى رأسهم نجم نجوم كرة القدم الإماراتية بل أيضا الآسيوية، إنه الظاهرة العربية عمر عبد الرحمن. فإن شاء الله نحن على قدر المسؤولية إن شاء الله، وإن نحن نوعد الجماهير العيناوية والجماهير الإماراتية إن شاء الله نحن نقدم كل ما عندنا لرفع سمعة دولة الإمارات ونادي العين إن شاء الله.